اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الفل، صباح الورد على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى الجو برد كده زي ما احنا عارفين، والشتاء بدأ، يعني برد قارس بطريقة رهيبة جدا. وطبعا البرد ده عاوز مشروبات كده حلوة علشان تدينا كده طاقة وتدفينا. وطبعا من المشروبات الشتوية الجميلة المعروفة الهوت شوكولات والسحلب. بنشربه في الجو الساقع ده اللي كله برودة. يعني انا حاسة ان انا في ديب فريزر، بصراحة برد رهيب قوي قوي. هنعمل الهوت شوكولات بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة جدا، وما فيهاش اي زيادة او اي حاجة، اللي هو العادي بتاعنا. ومعايا كنكة زي ما احنا شايفين كده. هجيب الازازة الحليب، بنزل بكوباية واحدة، هو مقدار الكنكة دي يعني مج كبير شوية بس. وهحط معلقة شوكولاتة، معلقة صغيرة، ما تكتريش، معلقة صغيرة، لان الكاكاو ده كاكاو خام وتقيل. الكوباية عليها معلقة صغيرة تكون هرمية، ونزلت عليها بمعلقتين، يعني بالنظر كده بالتقريب معلقتين عسل. عاوزة تضيفي معلقتين عسل، ضيفي سكر زي ما انت عايزة تستبعدي الاتنين، ده حاجة ترجعلك زي ما انت بتشربي. وتقلبي تقليب كويس كده، وتحطيه على النار، على نار هادية، عشان يعني يغلب راحته كده، والشوكولاتة تدوب في الحليب. طبعا الكاكاو ده خام غير محلى. لو انت هتستخدمي كاكاو محلى بلاش تضيفي سكر او عسل. هنسيبه على النار لحد ما يوصل للغليان. بعد كده بتاخديه بتصبيه في مج. عاوزة اقولك بقى حاجة، في ممكن تضيفي عليه اضافات انت عاوزاها. يعني الهوت شوكولات الطبيعي بتاعنا بالكاكاو بالحليب بالعسل، او بالكاكاو بالحليب بالسكر. ممكن بقى في اضافات بتحطيها، ممكن بتضيفي نشا، ممكن تضيفي فانيليا، وبيبقى طعمه حلو قوي وجميل برضو. بيبقى كده كريمي على خفيف، بيبقى طعمه حلو. بس ده الطبيعي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. طبعا سبته على النار لحد الغليان. بعد كده تصبيه في مج، في كوباية، حسب ما انتي عاوزة. بس كده خلاص، كده الهوت شوكولات بتاعنا جاهز للشرب. يعني عاوزة اقولك ان كان مظبوط جدا جدا. يعني بصي بريفكت من الاخر كده، مظبوط في السكر بتاعه او في التحلية بتاعته، مظبوط في الكاكاو بتاعه اللي انا حطيت، مظبوط الحليب بالظبط. يعني كل حاجة كده فيه يعني مظبوطة جدا جدا. مشروب حلو قوي قوي، بحب المشروب ده جدا، بدي طاقة رهيبة وبدي دفى للجسم. حلو قوي قوي ومغذي في نفس الوقت، لان فيه حليب وفيه عسل. جميل قوي قوي، جربيه. ولو عايزه تضيفي عليه زي ما قلت لك فانيليا، تضيفي عليه نشا، تعملوا له كده ديكوريشن من فوق باي حاجه انتي عاوزاها. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناه، فضلا وليس امرا.